أسرار الزهريين الجزء العاشر. الزهري مريد الصالحين وقواه الخارقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلم جيدا أن هذا المحتوى سيفهمه فقط من يحس به، وأعلم علم اليقين أن البعض لن يفهمه، وربما يراه البعض الآخر شيء لا يقبله العقل ولا المنطق ولا الدرجة الدينية التي هم فيها. قبل أن أبدأ أقول: في هذا الزمن الذي وصل فيه العلم إلى أعلى درجاته وأقوى مراحله، يقف اليوم عاجزا عن معالجة العديد من الأمراض العضوية والنفسية والروحية والعقلية. فيروسات تتطور كل سنة وتتقوى والجميع يرى، وأمراض يتعايش معها الإنسان ولا يستطيع أن يتفوه بشيء، ولوبيات تبيع مليارات الدولارات من الأدوية بين قوسين المسكنة بدون أي فائدة حقيقية للمريض. أدوية تركيبتها الحقيقية من الإيبابروفين والبراسيتامول المهدئين والمسكنين تقوم بما قد يفعله كأس من الشاي المنعنع أو كأس من القهوة، أي بلا فائدة، مجرد مسكن لبعض الوقت وانتهى الأمر. في حين أنه مؤمنون صادقون صدقوا الله تعالى في إيمانهم نجدهم يتمتعون هم وأهليهم وذويهم بالقوة والنور والصحة. هؤلاء رأيتهم وعايشتهم في يفرس وفي تريم، حيث لا يكترثون حتى لامتلاك التلفزيونات أو الهواتف، ولكن إيمانهم حقيقي وطاقتهم غاية في الروعة والبركة. الإيمان الحقيقي يشفي ويقوي ويعالج، إنها القدرة الإلهية التي يمنحها الله تعالى للبعض من عباده. واليوم سنتكلم عن هؤلاء النخبة من البشر، إنهم الزهريين والزهريات مريدي الصالحين. ومريدي الصالحين ستجدهم في كل مكان، ولكنهم قد يشكلون نسبة 1 في كل 10 مليون من البشر. فأقول وبالله التوفيق: الطفل مريد الصالحين هو إنسان يولد بدون علامات لا ظاهرة ولا باطنة، ولكنه يحمل في داخله شيفرة موروثة من أصوله النورانيون. يبدأ تدفق الطاقة لدى الطفل الزهري مريد الصالحين ابتداء من 5 سنوات، ويحس بها إحساسا قويا في هذا السن، ولكن لا يفهمها لا هو ولا المحيطين به، ويستمر تدفق الطاقة طيلة حياته بدون انقطاع. عند بلوغ مريد الصالحين 13 سنة بالضبط، يزيد تدفق الطاقة من كافة جسده، وبالخصوص من يديه. إنها طاقة نورانية مثل أشعة الليزر، يحس بها ويراها ويرى ألوانها، لأنها تشكل دوائر تبدأ صغيرة قطرها 13 مترا بالضبط، وتكبر إلى أن يكون قطرها أزيد من 166 مترا بالضبط، ويستطيع التحكم بها وإرسالها إلى أي شخص يريد أو أي مادة يريد. فهي تخترق كل شيء، حتى أنه قد يخترق بها حجب الأراضي ال7 ويدخلها، وكل ملوك الشياطين السفلية خانعين خاضعين له بإذن الله تعالى. نستمد نحن الزهريين مريدي الصالحين هذه الطاقة من عوالم أخرى، عالم آخر به خلق آخر. وحينما تنزل هذه الطاقة على الزهري مريد الصالحين، فإن أول مكان تنزل فيه هو أعلى الرأس بقوة شديدة. لو نزلت على إنسان عادي أسكتت قلبه وقتلته، ولكن تركيبة أجساد مريدي الصالحين تجعلهم يستقبلون هذه الطاقة ويحسون بها كوخز كهربائي بسيط. ونراها أو يراها الزهري مريد الصالحين تلف بجسده بقوة مثل العاصفة، تكون لها 7 ألوان مثل قوس قزح تماما، وتشكل دوائر حلزونية تلف بجسده، وكلما انتبه لها زادت في جمالها وإشعاع ألوانها. وهذا ما عشته شخصيا منذ طفولتي، رغم أن الكثير سيرون هذا مجرد حماقات وجنون بسبب جهلهم بهذا. حينما تنزل هذه الطاقة على هذا الزهري مريد الصالحين، تدخل هذه الطاقة من أعلى الرأس كما أسلفت، وتنزل في عموده الفقري مثل الماء البارد، ثم تصعد مرة أخرى إلى اليدين وتتفرق بين اليد اليسرى واليد اليمنى. ساعتها يتحول هذا الزهري النوراني من إنسان عادي إلى إنسان خارق وقوي، وله طاقة هائلة يحملها بداخله.
في هذه الحالة يجب على المريض أن يخرج تلك الطاقة ويفرقها على الناس، وهذا ما يقوم به غالبا المعالجون الذي يكونون زهريين أو زهريين مريدي صالحين. ليس هناك طريقة أخرى لإخراجها، هي تخرج فقط عن طريق علاج الأشخاص، لأنها طاقة مستمدة من عوالم نورانية وأبعاد علوية. هنا قلت أن اليد اليسرى للزهري المريد يستطيع أن يستشعر بها كل شيء أو مادة أو جسد لمسه أو أشار إليه، ويمكنه من تحديد أمور كثيرة جدا، بالأحرى يستشعر بها أي شيء من الممكن أن تتخيله في عقلك من الأمراض العضوية والروحية بدقة شديدة، وصولا إلى الكنوز التي تكون في ظلام قاع البحار. أما اليد اليمنى فهي تخرج منها تلك الطاقة بصورة مصغرة 999 مرة عن الطاقة التي التحقت بجسده. وهذه الطاقة التي تخرج من يد الزهري النوراني اليمنى تخرج أيضا على شكل دوائر نورانية ملونة تبدأ في الدوران على المريض بمجرد أن يلمسه الزهري أو يشير إليه، وتقوم بعلاج هذا الشخص وتبقى معه محيطة بجسده لمدة 45 دقيقة بالضبط. وبناء عليه نرى أن الطاقة التي يملكها مريد الصالحين هي طاقة نورانية ربانية، ولا يمكننا أن نعمل معه طريقة الزهري صاحب الحال بإفراغ الطاقة عبر حجر المرو أو الصم أو التراب الأسود. فالسبيل الوحيد الذي تخرج به هو علاج الناس، لأن هذه هي مهمته، ولأنه تم اختياره لهذا قبل أن يولد. حينما أقول أن الزهري مريد الصالحين يستمد هذه الطاقة من عوالم أخرى، فأنا لا أقصد الجن أو الشياطين، ولكن هم أرواح نورانية لها تواصل مع البعض من البشر الذي توجد في داخلهم شفرة معينة، وهؤلاء معروفون جدا لهذه الأرواح النورانية، وتراقبهم وتحميهم وتكون معهم بصورة دائمة. أما هذه الطاقة التي تلتحق أول مرة بجسد مريد الصالحين فمن الممكن أن نقول أنها تعادل الطاقة الكهربائية التي يتحرك بها قطار. وهذه الطاقة تكون على شكل نور أو أشعة قوية جدا بها ألوان متعددة تلتحق بهذا الزهري مريد الصالحين، وعندما يوزع هذا الزهري المريد تلك الطاقة فإنها تشفي بإذن الله تعالى من الأمراض الخطيرة والمستعصية، وحتى تلك التي لم يجد لها الطب الحديث علاج. الزهري مريد الصالحين يكون دائما قويا مهما كبر، وتبقى قوته كقوة شاب عمره 18 سنة، إلا بعد أن يصل إلى سن 76 سنة فإنه يحس بالضعف مثل باقي البشر، وهذا من حكمة الله عز وجل. فهو تعالى الذي فضل بعضنا على بعض في الرزق، فخلق هذا وأعطاه الملك، وذاك وأعطاه العقل، وآخر متعه بالحكمة. وكلما كان الإنسان نورانيا اكتشف طاقته، وكلما كان جهولا حقودا حسودا اسود وجهه من انعكاس طاقة قلبه على وجهه، فيصير شبيها للشياطين، نعوذ بالله من حسدهم وحقدهم. وأقول أن ما يمتع الله به هذا الزهري مريد الصالحين هي هبة وحكمة وهبها له الله عز وجل، وليس علم يتم اكتسابه أو دراسة روحانية أو ربانية يتم قراءتها وتعلمها، وهي في غالبها تستمد من النسل من جهة الأم، سواء كان جدها أو أبو جدها أو حتى الجد الأخير. أقول والله لن يقدر على هؤلاء الرجال، أقصد الزهريين مريدي الصالحين، أحد، ولن يستطيع على قوتهم أحد إلا الله عز وجل. فهم أشخاص يختارهم الله في هذا العالم ويعطيهم قدرة إلهية ويعطيهم طاقة يعالجون بها الناس ويقضي على أيديهم حوائج الناس، ومن وفقه الله للقاء بهم فهو من الصالحين. قد يقوم أشخاص مهجنون ومبرمجين باعتبار هذه السلالة أو النسل من البشر مشعوذين ودجالين، ويقومون بمهاجمتهم
ونصح الناس بالاتجاه للعلاجات الطبية، وهم في هذه الحالة يقومون بدون علم بالدفاع عن لوبيات بيع الأدوية التي تبيع سنويا مليارات الدولارات من الأدوية، التي ربما 90% منها عبارة عن حلويات في شكل دواء لا تفيد ولا تغني ولا تسمن من جوع. وهؤلاء مساكين تمت برمجتهم من الصغر على هذا، أو ربما يكونون من رعاع شياطين الإنس، والذين يقومون بمهاجمة كل الصالحين في كل عصر وزمان. وهذا شيء عادي جدا، لأنه حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام تمت محاربتهم من شياطين الإنس بإيحاء من الأبالسة ليوقفوا نور الله فوق الأرض. ولكن لله عز وجل رجال في كل زمان سيواصلون نشر نوره ومد الصحوة للأحياء من عباده، لأن هذا الزمن أصبح الكل موتى إلا من حيا، فكان كحي بن يقظان الذي أراه حيا لأنه تيقظ فحيا. وبالعكس يوجد أشخاص آخرون يؤمنون بما هو غيبي، لأنهم أصلا مؤمنون ويؤمنون ببركات هؤلاء الرجال من حاملي البركات والطاقات. وللعلم مريدي الصالحين لا يعالجون مرضاهم بأي نوع من الزيوت أو الأعشاب أو غيره إذا كان علاج مباشر، ولا يلجأ لها إلا إذا كان المريض بعيد جدا عنه. وأما إذا كان المريض أمامه فيكون العلاج عن طريق لمس المكان المصاب بالمرض، أو إزالة المرض من الذات أو الأرواح السفلية من الذات وبسلاسة. وتكون نية المعالج ساعتها العلاج عن طريقه كسبب، والنية يلزم تفردها من المتعالج، والكمال والختم الشريف الذي قوامه لا إله إلا الله يكون بإذنه تعالى. يكفي أن يعرف المتابع لهذا الميدان أن هناك أناس نافذون في دول غربية وعربية، وشخصيات لن يخطر على بالك حتى من تكون، هم زهريون أصلا ويؤمنون بطاقاتهم وبما خصهم الله تعالى، ومنهم فنانون وسياسيون وأطباء ومحاميون مشهورون في دول مختلفة. وللعلم فقط أن كل شيوخ أهل الطرق الصوفية بكل دول العالم هم زهريون ملكيون أو من مريدي الصالحين. فوا أسفا على كل جاهل ينعتهم بالكفر والشرك والجنون وغيرها من النعوت المسيئة بسبب جهلهم، لأنهم مرضى نفوس ولا أعلم لماذا يحقدون كل هذا الحقد على أهل التصوف. أرجع وأقول غالبا قد لا يفهم مريد الصالحين تلك القوة التي لديه عندما يكون شابا، وقد يتعذب منها ومن طاقته في سنواته الأولى، ولكنه يبدأ في فهمها تدريجيا، وتظهر تلك الطاقة بقوة شديدة جدا عند بلوغه سن 40. وربما هي حكمة الله الذي يدرجه في مرتبات مختلفة، ربما لكي لا يسقط المريد في أفخاخ الاتهامات بالدجل والشعوذة والمنكرات من الأفعال والأقوال من شياطين الإنس. أستغفر الله تعالى لي ولكم، وإن شاء الله الجزء المقبل سيكون رائع بكل المقاييس، سنتكلم فيه عن الزهرية لدى الأطفال، وعلاقة الزهري باستحضار الأرواح، وعلاقة الزهري بالمندل والاستنزال، وما هي الأضرار والعلاجات، وما هي طاقة الطفل الزهري وقواه، وأمور كثيرة جدا سنوضحها لمحبينا بإذن الله تعالى.